دلوقتي معايا مش كورة وبس مع أحمد كيوان على زوم نيوز. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مش كورة وبس. اليوم حلقتنا بتشهد حدث رياضي فريد، حدث يعبر ويؤكد على أفكار ترجمت بالفعل من قبل مؤسسي الأفكار الرياضية في مصر. مجالنا الرياضي بنبحث عنه داخل كل الكواليس الرياضية وداخل المعاقل الكبرى، ونتحدث ونقول آخر التطورات في مصر. طبعا بالفترة الأخيرة مرت علينا أحداث مريرة أثرت في كل مؤسسات الدولة، دمرت الكثير من الحالة النفسية التي تمر بها فئة المجتمع داخل الحقل الرياضي. فمن أجل مصر ومن أجل حب تلك البلد ومن أجل مشاعر المغتربين وقلوب المطمئنين نتمنى التكاتف والتحالف من جميع فئات الشعب، من أكبر دكتور لأصغر عامل في مستشفى، من أكبر مهندس لأصغر معمار في أي مكان. نتمناها مصر الجديدة كما يتمناها البعض. انتظرونا في فكر جديد بعد الفاصل. بلدنا أمانة في إيدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. بلدنا أمانة في إيدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. ما شربتش من ليلها، طب جربت تغنيلها، جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكيلها، ما مشيتش في ضواحيها، طيب ما كبرتش فيه، ولا ليك صورة عالرملة كانت عالشط بمعنيها. دور جوا تلقاها هي الصحبة وهي الأهل، عشرة بلدي بتبقى نسيانها عالبال مش سهل. يمكن ناسي لإنك فيها مش وحشك ولا غبت عليها، بس اللي مجرب وفارقها ألف الدنيا مفيش بعديها. إن غبت بحنلها وانسى الدنيا واجيلها، وإن جيت انسى تفكرني بمليون ذكرى القلب شايلها. ورجعنا تاني بعد الفاصل من أجل التحدث مع ضيوفنا الكرام. مفاجأة كبيرة جدا كرة وبس تضم كوكبة في عالم كرة القدم كلاعبين، وكوكبة في عالم الميديا والإعلام، وفكر لحراسة المرمى داخل المستطيل، وتواضع أستاذ أشرف نور الصحفي بجريدة ومجلة رواد التنمية والمصري الأسبوعي، ومدرب حراس المرمى دجلة سبورتنج كلوب. معاك أستاذ أشرف نور قدام جمهورك، عاوزين نوصل رسالة إن البنية التحتية بتاعتنا حاليا زيرو. والله أنا هكمل على كلام الكابتن جمال، أنا بأيده في كل اللي قاله تمام، لكن أنا عايز أقول إن إحنا النهاردة في سرقة لتاريخنا الرياضي. جميل. ودي مش أول مرة. تمام. قبل كده حصل برضه هجوم على الاتحاد، سرق كأس أفريقيا. بالظبط. تم ضبطه في المطار، والمسؤولين في الاتحاد كذبوا ان ده كاس افريقيا، بالرغم ان احنا لغايه ما لقوا الكاس احنا كنا عارفين ان كاس افريقيا اتسرق. جميل. تمام. طب مين اللي عايز يسرق تاريخنا الرياضي؟ النهارده برضو اما حصل الهجوم على الاتحاد في يوم المحكمه، زي ما انت بتقول ان كان في لافتات بتهدد المواطنين وبتهدد الرياضيين. بالزبط. من قبليها يوم 9/3 دور الداخليه وكلام من ده، لدرجه ان في ناس كتير جدا جدا وانا واحد منهم، انا ما خرجتش ولادي في اليوم ده من البيت. تمام. مين اللي يقتص لي انا واللي زيي في حقي؟ احنا بنطالب بالقصاص. القصاص يعني العدل. بالظبط. تمام. دايما الجمله اللي بتتكتب على الحيطان القصاص العادل، القصاص لوحده يعني العدل. تمام. يعني ايه القصاص العادل؟ هو في قصاص مش عادل؟ القصاص يعني عدل. مين يقتص لي انا حقي انا وبقيه الشعب المصري من يوم الرعب اللي احنا عشناه؟
مين اتفضل. هل انت حضرتك مؤيد هذا القرار من قبل القاضي والمستشار اللي في التوقيت الاخير في المحكمه الاخيره وفي القضيه الاخيره؟ والله بص، ما فيش حد في الدنيا كلها يقدر يأيد او يعارض حكم محكمه. ليه؟ لان القاضي لما بيبقى قاعد بيقرا الورق اللي قدامه هو الوحيد اللي عارف ملابسات القضيه. جميل. ممكن قضيتين فيهم قاتل بنفس الظروف بنفس اداه الجريمه، ولكن في الاخر القاضي بيحكم هنا بمؤبد وبيحكم هنا ب3 سنين. ليه؟ لان هو الوحيد اللي تحت ايده الورق اللي بيقراه. تمام. فانا ما اقدرش اأيد او اعارض، دي رؤيه القاضي. تمام. طب ليه تخبط الشارع برغم ان النهارده تخبط الشارع؟ عشان احنا بقينا 90 مليون قاضي. احنا بقينا 90 مليون قانوني وقاضي. تمام. بالزبط. ومع احترامي احنا بقينا برضو 90 مليون خبير استراتيجي وناشط حقوقي. تمام. انا النهارده انا راجل درست حقوق. جميل. وبالرغم من دراستي للحقوق ما اقدرش افتي في حكم المحكمه. جميل. تمام. القانون بيختلف في الملابسات، ففي النقطه دي ما نقدرش نقول الحكم صح او لا. طب لو سيبنا بقى القضيه وملابساتها واحداثها اللي مرت علينا، طب يا ريت نفكر في بكره وايجابياتنا. جميل. الرياضه من وجهه نظرك في مصر البنيه التحتيه الاساسيه اللي بتطلع الناشئ. كمدرب حراس مرمى في نادي دجله سبورتنج بتقدم اكيد للاعبينك وحراس مرماك حس ومهاره وموهبه واكتشاف ووجهه نظر للمستقبل عن غير الانديه الاخرى. انت ايه رايك النهارده في الاحتراف في مصر والبنيه التحتيه بتاعته؟ لا احتراف، احنا ما عندناش احتراف. احنا ما عندناش احتراف، لكن لو عايز تبدا فعلا بالمنظومه الرياضيه ان انت تحسن فيها، برضه هاخد من كلام الكابتن جمال المسؤولين عن الرياضه. انا شخصيا بقول الميزه الوحيده اللي جت للرياضه من ثوره يناير هي ان العمري فاروق جه وزير الرياضه. تمام. هو شخص متفاعل جدا حقا جدا. حتى يعني بجد هو في اخر التطورات الاخيره اللي هو برضه بروتوكول بالانتاج الحربي، بروتوكول مع السفير التركي، دايما ناشط اكتف. ولكن في حوار شخصي برضه انا ممكن اكلمك فيه، في ورق يعني انا بقولها لك على الملأ، في ورق انا وصلته عن طريق شخص ما للعمري فاروق لشراء ارض فناء لقريه من القرى اللي انا بعيش فيها، وهو جاري في الامر. حتى انت بتتكلم على لسانه، فبكل صراحه بقولها على الملأ بالرغم من الاضطرابات والتخبط ومرض المؤسسات، ولكن هو الراجل فتح مزرعه للموضوع وقال لي يا ابو حميد في اقرب فرصه هيتنقل الورق لوزاره الشباب وبشكل وكفاءه عاليه وبحيويه، وكأن الراجل بيسير في اتجاه الايجابيات لا مجال للظلمات. ده ليه؟ لان العمري فاروق من يوم ما كان في النادي الاهلي والنهارده لما بقى في وزير الرياضه هو بيحاول بكل طاقته ان هو يزق الرياضه لقدام، لكن للاسف في ناس بقى متعلقه فيه عماله تشد لورا. تمام. منهم المسؤولين في اتحاد الكوره سواء الحاليين او السابقين، لان الحاليين والسابقين ما اختلفوش كتير للعلم. راجع الاسماء كده هتلاقي سمير زاهر سيف زاهر، هتلاقي سحر الهواري. لا وحتى في انتخابات اتحادات الالعاب كلهم نفسهم نجحوا بالتسويق يعني مع اختلاف مثلا بعض الاشخاص المحترمه اللي هي المسابقات ما نقدرش يعني لا نعيب مثلا على الكابتن حماده المصري ما نقدرش نقول تمام. في مجموعه برضو جوه الاتحاد لا تقل احتراما يعني، ولكن المسؤولين زي ما الكابتن جمال قال جوه الاتحاد ماسكه في الكرسي. تمام. غير العمري بيدور للرياضه. يعني لو جم الصبح حصل مثلا اي مظاهرات بتطالب العمري بالاستقاله، انا اتوقع ان العمري هيستقيل في الحال طالما حس ان الشارع مش كابتن واستاذ اشرف كصحفي انت اتكلمت كمدرب بقى في الترينج وفي الملعب. كمدرب احنا النهارده لما نيجي نبص ان احنا عايزين نبدا في الرياضه ان احنا ننتعش بيها، بص بقى من القاعده ابتداء من الناشئ. تمام. الولد الصغير اللي هو مثلا عمر 5 سنين. عمر 5 سنين ده اول سن من وجهه نظري ابدا اعلمه الكوره، اعلمه الرياضه، بلاش الكوره يعني عشان تخصصي، ولكن هنقول الرياضه، ابدا اعلمه الرياضه. لكن انا لما هتكلم في الكوره عشان ده تخصص شويه يعني. تمام. لكن انا هقول لو الكوره انا اجيب اللعيب من سن او الولد من سن 5 سنين مش هعلمه المهارات، ولكن على الاقل ابعد عنه الخضه بتاعت الملعب، انه ينزل في الملعب يلاقي 10 طب تسمح لي اقول لك كان في احصائيات اخيره صدمتني قوي. ممكن تصدمك اكيد انت عندك علم بيها، ان الرياضه التي تصلح للسن من بعد الولاده الى 4 5 6 7 سنوات 8 سنوات، الرياضه الوحيده التي تناسب الجسم البشري هي السباحه وليست كره القدم. طبعا
لا انا بتكلم عمر ال5 سنين، ما قبل ال5 سنين ده يمكن في طفل وليد بياخدوه يعلموه السباحه بره مش في مصر. تمام، لكن هي السباحه لكل الاعمار. لكن بالنسبه لكره القدم لو رحنا لها كتخصص كره القدم ما اقدرش ان انا اجيب ما دون ال5 سنين واقول له ان انا هعلمه كوره، لا يبقى انا بظلمه وبضحك على نفسي. لكن من بعد ال5 سنين ابدا اعلمه، زي ما بقول لك ابعد عنه خضه الملعب، وابدا من بعديها بسنه ابدا اقول بقى ان انا هعمل لعيب، ويبدا يظهر قدامي هل ده ينفع، مقوماته تنفع حارس مرمى، مقوماته تنفع مهاجم. تبدا من بعد ال5 سنين ابدا من هنا. في ولد يعني انا هديك يعني مع احترامي هديك مثال شخصي، انا بالرغم ان انا مدرب كوره، انا ابني ما بيلعبش كوره، تمام، بيلعب هاندبول. ليه؟ لان انا لقيت دي هي الحاجه الوحيده اللي تناسبه، مقطع الفسيولوجيا العضله بتناسبه. ما اقدرش اصر على ان لا انا كنت حارس مرمى فابني يطلع حارس مرمى، لا ده مبدا خاطئ. ابن الوز عوام ده اللي احنا عايشين عليه، ده مبدا خاطئ. هو هيجيد فين؟ انا بالرغم من كده ابني اتدرب معايا شويه، لكن ما لقيتش فيه ده، بدات اشوف له الرياضه اللي تناسبه اللي هو نفسه حبيبها. كصحفي رساله، وايضا كمدرب حراس مرمى متحدث لاقتصاد مصر واحترافها ورياضتها ونهضتها في الفتره القادمه. والله لو الرساله اولا لو رساله رياضيه، فانا يعني انا هجيب بس تجربه كده عاملها نادي دجله بقياده رئيس النادي العميد خالد مصطفى والاستاذ محمد سيد مدير النشاط الرياضي. الناس عملت طفره في نادي دجله، طبعا معاهم العميد طارق عمار مدير الكوره والكابتن عبد الله عبد الحميد ده المدير الفني للفرق. عملوا طفره رياضيه للاشبال، تمام. تقريبا بمعدل كل اسبوع بيعملوا دوره تنشيطيه لجميع فرق مصر، ويمكن قبل رجوع الدوري كانوا عملوا دوره تنشيطيه فعلا كانت نواه ان الانديه كلها تبدا تعمل نفس الموضوع، تمام. الاهتمام بالشباب والاهتمام بالنشء، تمام. انا اتمنى ان يعني كل الانديه تبدا ده، تبص على قطاع الناشئين. خلاص الفرق الكبيره خلاص مش هيجي منها افضل مكان، تمام. ده من الناحيه الرياضيه. عايز رساله بقى يعني بقولها للشعب برضو وللشباب، زي ما الدكتوره سحر قالت، هي شايفه فيكم شباب الثوره. انا شايف فيكم شباب الثوره والثوره الاعلاميه، يعني انتوا بتعملوا ثوره اعلاميه جديده، ثوره جميله جدا جدا. انا شايفكم في تكاتفكم النهارده، انتوا النهارده تتكاتفوا، الشباب اللي قدامي دلوقتي متكاتفين تطلعوا في الاخر منتج اعلامي محترم، تمام. بده انت بتبني البلد. بنى البلد ما بيجيش بالتظاهر والاعتراضات، لا، طلع الاعتراض بتاعك في منتج اعلامي محترم، تمام. رساله برضو للشباب بقى اللي في الشارع، تمام. هدم الشرطه مش في صالحي ولا في صالحك ولا في صالح مصر، تمام. هدم جهاز الشرطه مش هيكون غير نقمه على البلد ده. والبدايه احنا شفناها بعد موضوع الضبطيه القضائيه، ان كل النهارده كل واحد بيقبض على الثاني، تمام، في حاله همجيه يعني، تمام. هدم الشرطه والبرامج زي ما الكابتن جمال بيقول ان في برامج رياضيه بتسخن الاحداث دي، يعني كلمه بتسخن دي يمكن هو قالها بافضل لفظ يتقال يعني، لكن هي في برامج رياضيه التتر بتاعها بيبقى صور من ما قبل 25 يناير لضباط الشرطه او افراد الشرطه بتضرب مواطنين. طب ليه تهييج؟ ليه دايما ندور على السلبيات؟ تمام. ليه دايما ندور على النيجاتيف؟ ليه ما ندورش على شهداء الشرطه اللي يوميا يستشهدوا عشاني وعشانك، وشهداء اللي على الحرس الحدود؟ بالظبط. الدور اللي قايم بيه الجيش، الدور بس دور بقى مش معلن، وده الجيش. يعني هو الجيش كده دايما ما بيعلنش عن انجازاته، لا، الدور اللي بيعمله الجيش النهارده على حدودنا بالظبط هو جندي مجهود وخير اجناد الارض. دي رساله ثانيه انا بقدمها. عايز بس في اخر كلامي يعني انا حاسك عاوز تتكلم في نقطه كده، ايوه قولها ما تكسفش. انا يمكن بعدت شويه عن الكوره لان الموضوع ده تعبني شويه، معلش يعني. انا كنت قلت لك ان احنا في اللي عايز يسرق التاريخ، لا، ده في اللي بيهدم الحاضر والمستقبل. الشباب اللي ابتداء من 12 سنه ل 17 سنه اللي بيحدف طوب النهارده عند فندق سمراميس
عايز افهم ايه الهدف. نفسي انا مع احترامي بقى، انا يعني عمال احللها بكل المقاييس، مش عارف الشباب دول او الاولاد، مش شباب، دول اولاد من 12 ل 15 سنه كل يوم بيروحوا يهاجموا الشرطه عند فندق سمراميس ويحاولوا تحطيم فندق سمراميس. ليه؟ احنا بنهد الحاضر ومستقبلنا السياحي. يعني اتمنى بقى يبقى في قرار حازم من الدوله يعني. حقيقي اكيد ان شاء الله باذن الله في الفتره الجايه هتتغير كل المفاهيم من اجل استقرار ان تلك البلاد ورياضتها الشريفه. حقا نسال معابد بني حسن بانها قد اسست ورسخت تلك البلاد حضاره اقتبسها الغرب من اكتشاف البطولات، حضاره لا تنسى. اذا في النهايه بشكر ضيوف الكرام، بشكر مستمعينا لضيوفنا الكرام. حقا راديو زوم نيوز سعيد جدا بوجودكم ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مشكورة بس. أحمد كوان كان حاضرا بصوته وفي حوار شيق بين ضيوفه. بنشكركم لأول ولآخر مرة، أنتم حقا شرفتمونا. إخراج أحمد التلمساني، رئيس التحرير إسلام الكردي، والمونتاج محمد الرايق. إلى اللقاء في حلقة جديدة مشكورة بس. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه السكة شالت من ليالينا القمر. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه بالسكة شالت من ليالينا القمر. وبلدنا عالترعة بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. وبلدنا عالترعة بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، أبو الغناوي المجروحين، أبو الغناوي المجروحين. يقدر ينسيها صلاة أبو شمس بترش الحنين. أبدا بلدنا النهار بتحب موال النهار. أبدا بلدنا النهار بتحب موال النهار. لما يعدي في الدور